طب لو حد عنده أولاد في أمريكا وضربهم لسبب من الأسباب، هل فعلًا ممكن تتحاكم وتتسجن؟ هو أنت المفروض لو بتضرب عيالك في مصر تتسجن برضه يعني مش المفروض تبقى بتضرب عيالك لأي سبب. آآ أنا باتكلم على ضرب العيال، ضرب اللي هو ضرب، في تهذيب، في اللي هي ضربة الإيد، في الحاجات دي. دي حاجات عادية من غير ما تهين طفلك، من غير ما تطلّعه مُعقّد نفسيًا، من غير ما تطلّع له مشاكل. دي حاجات المفروض تكون عادية، ولكن في أمريكا لو عملتها still ممكن يتاخد منك عيالك، مش بس تتحاكم وتتسجن، العيال كمان تتاخد منك وما ينفعش تاخدهم تاني. في هنا بقى المشكلة اللي بنتكلم فيها أو الشيء القائم، إن ممكن أنت ما تبقاش ضربت عيالك أصلًا، ولكن برضه عيالك يتاخدوا منك لمجرد إن أنت مثلًا أهملت فيهم، أو عيالك مفتريين. يعني لو ابنك مفتري وعايز يفتري عليك، أنا حصل مع جاري وحكيتها في قصة في فيديو قبل كده، إن جاري كلم الCPS أو اللي هم الchild protection services أو اللي هو بوليس الأطفال، على أهله عشان مش عايزينه يلعب بلاي ستيشن. فأنا لو ده حصل في بيتي هاخد البلاي ستيشن أدغدغه، لأنه بفلوسي، طالما أنت بتتعامل معايا يبقى بالحكومة، البلاي ستيشن بفلوسي وأنت قاعد في بيتي بفلوسي، فاطلع شوف بيت تاني. هاعامله زي ما الأمريكان بيتعاملوا، عايز تتعامل معايا كده هاتعامل معاك كده، اطلع شوف بيت تاني. الأمريكان عندهم 16 سنة بيطلع يشوف بيت تاني، بيطلع يشوف شغل، بيطلع يعيش حياته، وما لكش دعوة بيّا وما ليش دعوة بيك. أنت عايز تعيش في بيتي، تاكل أكلي وتشرب شربي وتعيش تحت سقف بيتي، فتتعامل معايا لأن أنا والدك، وتتعامل معايا باحترام، وتاخد مني الحاجات اللي مش عاجباك، لأن أنا ممكن أبقى بربيك مش بعذبك، أنا بس بربيك إن أنت مش المفروض تبقى قاعد على البلاي ستيشن 24 ساعة. ده اللي أنا أفهمه. هنا في أمريكا لا، الموضوع اكستريمز، إن هم ممكن ولد يكلم السي بي اس ويقول له أهلي ما بيأكلونيش كفاية، وتلاقي الولد أصلا أوفر ويت. يعني تلاقيه سمين كده ويقول لك ما بياكلونيش. فلا، في هنا بلاوي كتير في امريكا. بس انت لو ضربت ولادك المفروض في اي حته يتاخدوا منك او انت تتسجن، لان ده شيء غير قانوني وشيء غير اخلاقي ان انت تضرب عيالك عمال على بطال. المفروض يبقى اخرك سلاب على الايد كده، لكن مش ضرب. يعني انت بتهذبه وبتعلمه. فكره ال كسر الخاطر واهانه الطفل وكسر شخصيته من وهو صغير، دي حاجه مضره قوي، حرام تعملها في عيالك. فاتمنى تكون ما بتعملش ده، واتمنى لو عندك عيال ربنا يخليهم لك، ولو ما عندكش فربنا يرزقك.